فشل صفقة بالبوة بعد انتدابه بعقد إلكتروني. صراحة الرجاء غادي تفوز في المحكمة ديال الطاس إلا دعات اللاعب حيت ما بغاش. المهم كاينين جوج فرضيات اسيدي، كاين اللي كيقول بلي يا سيدي بالبوة هو اللي طلب يزيدوه في الصالير، ما بقاش عاجبو داك العقد الاول اللي سينا عليه عقد مبدئي الكترونيا. وشي وحدين كيقولوا لك لا، راه شي واحد من الاداره الفريق هو اللي راسل بربو قال له لا، خصك داك الصالير اللي سينينا معاك تنقص منه. كاين المهم هاد جوج فرضيات. انا كنقول الفرضيه الاولى ان اللاعب ما جاوه بزاف د العروض بمبالغ كبيره، وقال لا الا بغات الرجاء تزيدني نكمل معاه، ما بغاش تزيدني نمشي لشي فريق اخر. واخا راه 100% غادي غادي يخلص واحد المبلغ كيما طرا مع واحد اللاعب ديجا. المهم فاش كتمشي للطاس كتوريهم داك العقد الالكتروني، راه الطاس كتحكم لصالح الرجاء 100%. تقدر تخلص واحد 200 300 مليون، المهم على حسب. هذا هو اللي كاين بالنسبة للقضية ديال بالبو. هذا هو عطيتكم انا السيتياسيون.